السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف راكم؟ واش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة، واسأل الله انه يبلغنا ويبلغكم الشهر الكريم او الشهر الفضيل وانتم بكامل صحتكم وعافيتكم، لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. مرحبا بكم في قناة زوزو الأضرارية اللي نتمنى انه محتواها ينال اعجابكم. واذا عجبكم المحتوى ما تبخلوش عليا باللايكات وبالتعليقات وحتى بالاقتراحات حتى نطور من محتوى القناة. فيديو اليوم إن شاء الله راح يكون آمم، عبارة عن طريقة تحضير الكعبوش وطريقة تحضير الفيس، والمكونات الخاصة بهم. أول حاجة طبعًا نحتاج إلى تمر البطانة اللي هو نتاع الغرس، أنا استعملت نتاع الغرس، طبعًا كاين أنواع كتيرة. تقدروا تختاروا النوع اللي تبغوه تفضّلوه. أنا هنا استعملت البطانة تاع الغرس. طبعًا أول حاجة نضّفتها مليح كيما راكم تشوفوا بهاد الطريقة، قلعت منها العلف والسندف، يعني حاولت قدر الإمكان وقت ما نكون نمرسو نزيد نشوف إلا كانت بقات شي حاجة نزيد أيضًا نتخلى عليها ولا نقلعها. المهم هنا كيما راكم تشوفوا هنا راني نضّف فيها وكمية قليلة لأنه ما نقدرش نمرس كمية كبيرة. وطبعًا ونقلو السميد. شوفوا حتى يتبدل لونه يصبح لونه ذهبي كيما نقولوا السميد تاع الطمينة، يكون السميد المويان يعني المتوسط. ومن بعد هذه المكونات نتعرفوا على المكونات من بعد ما نظفت التمر وحضرت السميد قليته. أول حاجة عندنا اللي هي السميد مقلي. تمر قبل التمر يكون منظف وكيما سبق قلت لكم أي نوع تفضلوه تاع البطانة، والنوع تختاروه نتوما. والسميد المقلي كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل، السميد المتوسط مقلي. وعندنا الكليلة مطحونة ومغربلة، وعندنا الحشايش اللي سبق وحضرتها معاكم. اللي ما شافش الفيديو نحطو ليه أسفل يعني تحت الفيديو، رابط الفيديو نحطو له أسفل صندوق الوصف. والزبدة أو السمن يكونوا دايبين وماء يكون مغلي، يعني كيما نقولوا مغلي جدا جدا يعني فور. أول حاجة هنا كيما راكم تشوفوا أنا نظفت هاد الكمية من التمر وراح نقسمها إلى نصفين، نصف للكعبوش ونصف للرفيس. المهم قبل راح نمرسها مليح مليح مليح. قبل أضفت ليها الماء الساخن، كمية قليلة شوية من الماء الساخن، حوالي 5 ملاعق ولا 6 نتاع الأكل، ونمرس حتى ل10 ملاعق. وهنا الكمية حوالي كيلو وشوية، راح نقسمو إلى نصفين. المهم هنا كيما راكم تشوفوا مرستو مليح مليح، وراني مرة نلقى فيه علفة، نلقى فيه سنتفة نتخلى عليها نضف، يعني نمرس وفي نفس الوقت نتحسس إذا لقيت حاجة غير مرغوب فيها. من بعد قسمته إلى نصفين، بعد ما مرستو مليح مليح قسمته إلى نصفين. نصف راح ندير به الكعبوش، هنا الأول راح ندير به الكعبوش الزر، النصف الثاني راح ندير به الرفيس. وكي كنت نمرس فيه كنت ندير فيه مرة شوية الزبدة كيما سبق وقلت لكم. بالنسبة للمقادير راح نكتبها لكم في صندوق الوصف بالضبط، يعني تلقاوها مكتوبة في صندوق الوصف بالضبط، يعني أسفل الفيديو راح تلقاو المقادير مكتوبة بالضبط. هنا راني درت، هنا كنت نمرس عيني ميزاني، ولكن نتوما المبتدئين راح ندير لكم الكمية، وطبعا نتوما تتحكموا في الكميات اللي تضيفوها. بالنسبة للمكونات الثانية اللي هي السميد والكليلة والسمن والحشائش، وتقدروا تستغناو على أحد من المكونات إلا فضلتوا. بالنسبة للناس اللي ما يبغوا السميد يقدروا يستغناو عليه. هنا كيما راكم تشوفوا أضفت السميد ومن بعد أضفت الكليلة كيما سبق وقلت لكم. المقادير راح نحطها لكم أسفل الفيديو في صندوق الوصف. ومن بعد أضفت الحشائش، نضيف المكونات كلها مع بعضها البعض، ومن بعد ندير عليهم رشة من الزبدة ولا من السمن ولا من السمن الحر، سمن العرب. المهم وقت اللي كنت نمرس التمر وحده أضفت ليه شوية زبدة. أنا هنا هذا عندي دهن العرب ولا دهن الحر، سمن الحر ولا دهن العرب. أضفت شوية هنايا. أنا ندير خليط ما بيناتهم، ما بين الزبدة والمارغرين والسمن. طبعا تقدروا ديروا أي مكون أو خليط ما بيناتهم. المهم وعجنت مليح بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. وطبعا تقدروا تذوقوا وتشوفوا نتوما يعني واش خاص تزيدوا ولا المكونات قوية تزيدوا شوية تمروا هكا. المهم بعد ما عجنتو مليح مليح وخلطتو مليح المكونات نبدا نهز بشوية بشوية ونتفقد إذا كان في حاجة ولا ما في حتى شي نضيفو ونجمع كعبوشة.
حجم الكعبوشة. طبعًا الحجم نتوما تتحكموا فيه، صغير على هكا، كبير على هكا، نتوما أحرى ولا تخلّوه هكا. كاين اللي ما يديروش كعبوشات كاع، كاين اللي يخلي كيما هاكا ويحتفظ به في العلبة. من بعد أنا كي نديرو كعبوشات بهذا الشكل نمرمدو في الكليلة، الكليلة تكون مطحونة غبرة، نمرمدو فيها بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا ولا الشكل اللي راه واضح في الصورة. ومن بعد نحتفظ به في علب، راح نكعبش كل هاد الكمية ونعاود نرجع لكم نوريه لكم فيما بعد. ننتقلوا دركا لتصوير ال ودوكا تتعرفوا معايا على طريقة تحضير الرفيس. بالنسبة للرفيس نحتاج إلى مكونين فقط مع المكون الرئيسي اللي هو التمر. طبعا من بعد ما نكونوا عجننا التمر، أنا كيما سبق وشفتوا كان معايا التمر عجنته مليح وقسمته إلى نصفين، نصف درت به الكعبوش والنصف هذا هو راني ندير به الرفيس. نضيف كمية من الدسم، طبعا تقدروا تستعملوا السمن الحر ولا أو دهن العرب، كل واحد واش يسميه، أو تستعملوا المارغرين هنا استعملت الصول، درت خليط ما بيناتهم. اللي عنده القدرة باش يدير السمن فقط من الأفضل أنكم ديروا السمن فقط الحر. يعني أنا والدتي رحمة الله عليها كانت دير السمن الحر فقط، ولكن دركا راكم عارفين الإمكانيات وأنه السمن الحر ماشي متوفر بهذيك السهولة، فندير خليط ما بيناتهم يديني النكهة والفائدة نتاع السمن الحر، ونستعمل كمية أقل من الزبدة أو من المارغرين. استعملت مارغرين الصول. طبعا من بعد نضيف الكليلة ونعجن، ونولي نضيف الكليلة مرة تانية ونعجن، ومرة ثالثة ونعجن. المكونات والمقادير راح تلقاوها في صندوق الوصف حتى نتحصلوا على، وإذا حسيت أنه ناقصو الدسم ندير ليه، وفي آخر مرحلة نضيف ليه قطرات من السمن الحر حتى نتحصل على هذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. كاين الكثير من العائلات في أضرار اللي يديروا هكا الرفيس، وكاين العائلات اللي يديروا الكعبوش، كل واحد وطريقته وكل واحد والمنطقة اللي نازح منها. المهم بعد فيما بعد نهضروا على هذا الموضوع هنا. من بعد ما كعبشتهم كما راكم تشوفوا بهذا الشكل، دائما الكعبوش نحتفظوا به في علبة بلاستيكية وكيس بلاستيكي، نغلفوه مليح ومن بعد نغلقوها مليح العلبة ونحتفظوا به في خزانة المطبخ. والرفيس نحطوه كيما هكا، يتحط كيما هكا، وكي نجيو نقدموه هكا في الصحون بهذا الشكل، وكل واحد يقطع الحجم اللي يفضلوه. بالنسبه للكعبوش حنا في دارنا اكثر حاجه يتناولوها هي الكعبوش، نقطعوه دوائر دوائر ونقدموه بهذه الطريقه مع اللبن. نتمنى انه فيديو اليوم يكون نال اعجابكم، ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله ان كان في العمر بقيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.